السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في يوم جديد من أيام طباخة مصرية. النهاردة إن شاء الله معنا شوية أفكار وشوية وصفات حلوة جدا هتوفر معانا بإذن الله في الميزانية. تابع معايا الفيديو علشان تستفيدي من أفكارنا ووصفاتنا النهاردة. بس فضلا وليس أمرا، لو انت لسه جديدة على القناة تشتركي في القناة وتفعلي الجرس وتعملي إعجاب بالفيديو لو عجبك، وتعملي مشاركة للفيديو مع أصحابك علشان الكل يستفيد من وصفاتنا وأفكارنا بإذن الله. ولو انت مشتركة معانا بالفعل، كومنت حلو منك وكمان لايك للفيديو علشان القناة تكبر بيكم وليكم بإذن الله. ويلا بينا نبدأ يومنا النهاردة ببركة بسم الله. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. وصفتنا النهاردة سهلة وبسيطة واقتصادية وحلوة جدا. معاكي ورقة جلاش، سواء بقى الورقة كويسة أو مهرية منك، هنعمل منها وصفة تنفع للفطار، تنفع للغدا، تنفع للعشاء، تمشي معاكي في أي مكان. وكمان تقدري تاخديها معاكي المصيف أو النادي أو كده. جبت ورقة من الجلاش قطعتها قطع صغيرة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، لازم تكون شرايح رفيعة كده. وجبت القالب بتاعي، اي قالب بقى تستخدميه، حطيت فيه معلقه كبيره من السمن البلدي، دهنته كده. وبعد كده قمت حاطه عليه نص كميه الجلاش بتاعنا من غير ما ادهنه اي حاجه خالص. كان عندي شويه ميكس جبن في التلاجة، تقدري بقى الحشوه دي يعني زي ما انت عايزه. تقدري تضيفي اي جبن عندك محطوطه في التلاجة هتبوظ منك. تقدري تحطي بسطرمه، لانشون، جبنه رومي، اي حاجه. تقدري تحطي لحمه مفرومه، فراخ. الحشوه هنا زي ما انت عايزه. الميكس اللي انا حطيته ده كان حلو جدا، عباره عن ميكس جبن كده، جبنه موتزاريلا على جبنه رومي، حطيت عليها شويه فلفل اخضر وشويه فلفل اصفر، كنت انا مفرزاه معاكم قبل كده لما كان الفلفل كان رخيص. نزلت عليها كمان بشويه من الزيتون كده، كان عندي كام زيتونيه كده خليتهم وقطعتهم قطع صغيره وضفتهم للخليط بتاعنا. والميكس ده كان حلو جدا ومديني طعم جميل قوي. وكمان الخضار، الفلفل فايدته حلوة، ولو عندك فلفل احمر كمان الوان تقدري تضيفيه. يعني الحشو هنا زي ما انت عايزة. وكمان تقدري تضيفي كمان بسلة، جزر مسلوقين كده نص سلقة، كوسة، اي خضار برضو تحبيه تقدري تضيفيه في الوصفة دي. بعد كده خدت كمية الجلاش بتاعتي واتأكدت ان هما متفرطين كده من بعض بالشكل ده. والمهم ان هو يكون يعني مش لازقين في بعض، يكون الشرايح كلها بعيدة عن بعض. ضغطت عليها كده بايدي كويس جدا. وبعد كده بقى هعمل خليط تشريب حلو جدا للوصفة دي. جبت بضاية، حطيت عليها حوالي معلقة صغيرة من الملح، يعني نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، كوباية من اللبن. وبعد كده ضفت عليها كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر، يعني معلقة صغيرة كده ممسوحة مش مليانة. قلبت الخليط ده كويس جدا ونزلت عليه بمعلقتين كبار من السمن البلدي. اي نوع سمنه بقى تقدري تضيفيه، بس احنا مش هنكتر ماده دهنيه، بس يعني السمن البلدي بتدي تطعيمه احلى بكتير. بعد كده نزلت بالتشريبه بتاعتنا على الجلاش وسقيته كويس جدا. وبعد كده هدخله الفرن. انا هنا معايا شويه ميكس جبن هحطهم على الوش. انت تقدري تستغني عن المرحله دي وتعمليها من غير، يعني هي تحطيها كده في الفرن وخلاص من غير ما تحطي ميكس الجبن. لو حابه تجودي تقدري تحطي ميكس جبن، تحطي برضو شويه زيتون على الوش، تحطي فلفل احمر برضو بيدي لون حلو، يعني زي ما انت حابه. دخلتها الفرن على درجه حراره 200، معليه مشغله النار من فوق ومن تحت. وده شكلها وصفة حلوة جدا، سهلة وبسيطة واقتصادية، وما كلفتناش حاجة غير ورقة الجلاش بس اللي احنا اشتريناها. واي حاجة موجودة عندك في البيت تقدري تضيفيها. تقدري تعمليها كوصفة فطار، تقدري تعمليها سناكس بين الوجبات، يعني لو الولاد الدروس خلاص ابتدت تدخل علينا، لو ولادك رايحين الدروس تقدري تديها لهم كده كوجبات يعني سريعة يقدروا ياكلوها. لو هم مثلا بيقعدوا في الدروس فترات طويلة تحطها لهم في اللانش بوكس يقدروا ياكلوها بدل ما يجيبوا حاجات من بره. وكمان ترفع للعشاء، خفيفة كده مش تقيلة، يعني سمنتها قليلة، فيها بروتين، فيها جبن، فيها حاجات حلوة، يعني قيمة غذائية عالية، وهتنفع ولادك جدا بإذن الله. بصوا، حاجة كده تحفة جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها لانها فعلا تستحق التجربة. هنا كانت سخنة معايا، لو كنت سبتها تبرد شوية كنت هوريها لكم احلى من كده بكتير، بس عشان انا كنت مستعجلة وعايزة اوريكم التصوير فوريتها لكم كده وهي لسه سخنة معانا. تعالوا بقى ندخل على الوصفة اللي بعد كده. انا جبت كوباية من اللبن، ضفت لها كوباية من الشرش بتاع الجبنة القريش اللي احنا بنعملها مع بعض، ضفت لها كمان نص كوباية من السمنة ونص كوباية من الزيت،
وتقدري تضيفي بدل السمنة زبدة، يعني المادة الدهنية اللي انت تحبيها، بس الزيت والسمنة ميكس حلو جدا. ضفت كمان نص كوباية من السكر، وكمان باكت من الخميرة الفورية، او تقدري تضيفي خميرة بيرة زي ما انت عايزة. معلقة كبيرة من الخل، وقلبت المكونات دي كويس جدا، وتأكدت معايا ان السكر داب والسمنة والزيت واللبن وكل المكونات دي اختلطت مع بعض كويس جدا. بعد كده جبت كيلو من الدقيق، نخلته برضو كويس جدا، ونزلت عليه بمعلقة صغيرة من الملح، ونزلت عليه بمعلقة كبيرة من البيكنج باودر. قلبت المكونات الجافة مع بعض، وبعد كده هنزل عليها بالمكونات السائلة. احنا في الصيف يعني مش محتاجين قوي ان المكونات تخمر معانا قبل ما نضيفها للوصفة، فهو بالتالي يعني نص ساعة والعجينة دي هتخمر، مش هتاخد معانا وقت خالص. بس لو في الشتاء تقدري تسيبيها شوية كده لحد ما الخميرة تتفاعل مع السكر. بعد كده بقى قلبت المكونات كويس جدا، وهم يعني السائل على قد الدقيق بتاعنا، ما بعجنش فيها كتير خالص، مجرد بس العجينة تتلم معايا من البولة اللي انا حطاها فيها. هغطيها واسيبها تخمر، يعني هتقعد معايا حوالي نص ساعة. بعد ما اختمرت ده شكلها، هبتدي بقى انزل الاختمار بتاعها وهبتدي اشكلها. التشكيل بقى هنا والحشوة يعني اختيارية، اي حاجة موجودة عندك تقدري تحشيها في الوصفة دي. انا خدت قطعة كده من العجين، يعني قسمت العجين بتاعي على 3 قطع، وخدت قطعة معايا وهبتدي افردها. واحنا بنفرد كده العجينة بتاعتنا، تعالوا ندعي لاخواتنا في فلسطين. اللهم انصر اخواننا في فلسطين وفي اهل غزة خاصة، اللهم ارفع عنهم الظلم والاضطهاد، وان تعيد لهم الارض المقدسة، وان تجعل المسجد الاقصى حرا شريفا امنا. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان. يلا بينا نذكر الله زي ما احنا متعودين كده، في كل فيديو لازم لساننا يكون رطب بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يلا بينا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وزي ما انا معاكم وبذكركم وبذكر نفسي دايما ان احنا نقول الاذكار، يعني طول ما احنا شغالين كده في المطبخ نقول الاذكار ونصلي على النبي، يعني الاكل بتاعنا بيبقى طعمه احلى بكتير، وكمان بيبقى فيه بركة في الحاجة اللي احنا بنعملها. انا هنا كان معايا جبنة، اي نوع جبنة بقى تقدري ضيفيها في الوصفة دي. تقدري تجودي زي ما انت عايزة، يعني الحشوة هنا اختيارية، تقدري تعملي اي حشوة انت حباها. فانا كان عندي كده شوية جبنة بيضة، فحشيتها بالطريقة دي وابتديت اشكلها بالشكل ده. وهعمل كمان حشوة، برضو جبت البلح الرطب اللي انا حطاه في الفريزر معاكم، كنت انا عاملاه وحطاه في الفريزر. طلعت كده، كان عندي كيس ما كانش عندي عجوة، فطلعت البلح الرطب وكنا مطلعينها برضو وعاملينها مع بعض. ازاي نعملها وهقولها كده معاكم على السريع. بجيب البلح الرطب ده، انا بحطه زي ما هو كده في الفريزر، بطلعه احطه تحت الحنفية يفك، اقشره واشيل منه البذر، وبعد كده احطه على النار مع معلقة سمنة بلدي كده. وبعد كده ببتدي ادوب السمنة في البلح بتاعنا. وكمان تقدري تضيفي شوية من السمسم، برضو بيكس حلو جدا وبتطلع زي العجوة ويمكن احلى كمان. بس انا كنت مستعجلة يا دوبك، بس كده سيحت البلح بتاعنا في حتة من السمنة، وبعد كده ابتديت اشكل معانا. يبقى انا دلوقتي عملت حشوة بالجبنة وعملت حشوة بالبلح الشكل اللي انتوا شايفينه ده. بس يعني في طريقة تانية كنت عاملاها معاكم في القرص الطرية، برضو بتطلع حلوة جدا. بدل بقى ما اروح اشتري حاجة من بره، انا كنت اصلا شارية البلح وحطاه في الفريزر، بستخدمه وبعمل منه حاجات كتير جدا، وان شاء الله هتتابعوا معايا وتشوفوا. وكمان عملنا منه برضو قبل كده العصير. تابعوا معايا بس الوصفات، وان شاء الله هتستفادوا من افكارنا باذن الله. ابتديت اشكل بقى بالشكل ده. هنا كده عملتها قرص محشية، وعملت كمان اللي هو زي البوريك كده بتاع الافران، برضو هوريكم شكله في الاخر. وهبتدي اعمل منها كمان شكل حلو جدا. هنا ابتديت احطهم في الصينية بتاعتي، وبعد كده هفرد وهعمل شكل برضو حلو. يعني التشكيل هنا برضو زي ما انت حابة تشكلي شكلي. الحاجات ديت بتنفع جدا، بتوفر معاكي بقى في الفطار في العشاء، بتنفع معاكي
كسناكس بين الوجبات. يعني لو الولاد جعانين كده وانت لسه ما حضرتيش الغدا تطلعيه. كام فكرة كده حبيت افيدكم بيها علشان توفر معاكم في بند الفطار وبند العشاء، لان الحاجات ديت يعني بترهق الميزانية جدا. بكيلو من الدقيق هتعملي ما شاء الله كمية حلوة جدا وهتعجب الولاد بإذن الله. والتشكيل هنا زي ما انت حابة بقى، تقدري كمان تخلي ولادك، احنا في الاجازة تقدري تخليهم يشكلوا معاكي وتبدعي. انا بس حبيت اوريكم كده كام شكل بساط، وفي النهاية بجد يعني العجينة دي حلوة 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 فوق ما تتخيلوا. العجينة طرية كده وهشة والطعم بتاعها مميز جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها، ولو جربتوها وعجبتكم متنسوش تكتبولي في التعليقات. بعد كده بقى عملت منها ميني كرواسون صغير كده برضو، فردت برضو العجينة كده وابتديت اعملها معاكم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تقدري تحشيها شوكولاتة، تقدري تحشي كمان سكر وقرفة وكاكاو خام، بيبقى برضو الحشوة تحفة جدا. يعني اي حشوة تقدري تحشيها بيها في الوصفات دي. بعد ما خلصت كل الكمية بتاعتنا هسيبها بقى لحد ما تختمر، وهغطيها علشان وشها ما ينشفش معانا. وتعالوا بقى ندخل على الوصفة اللي بعد كده. ده حوالي ربع كيلو من اللحمة المفرومة. هضيف لها كده قطعة من الدهن او قطعة من اللية، ودي اختيارية. لو موجودة عندك تقدري تضيفيها، مش موجودة عندك تقدري تستغني عنها. ولو اللحمة بتاعتك ملبسة خلاص يبقى استغني عن القطعة بتاعت الدهن دي. بس عشان هو موجود عندي فابتدي افرمه ناعم جدا، وهنزل على اللحمة المفرومة بتاعتنا. بعد كده بقى هبتدي اضيف عليها معلقة كبيرة كده من الثوم المفروم. يعني معلقة كبيرة كده تكون مليانة من الثوم المفروم، معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة، نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، توم باودر، بصل باودر. ضفت لها كمان معلقة صغيرة او نص معلقة صغيرة من الحلبة المطحونة، وضفت عليها كمان معلقة صغيرة من البابريكا. وتقدري تضيفي لون من الوان الطعام، بس انا بصراحة بحب اخلي كل حاجة كده على طبيعتها، ما بحبش اضيف الوان. بس اللون بيديها، يعني لون الطعام بيديها لون احمر شوية اكتر من كده يعني. المهم ان انا عجنتها كويس جدا، لازم تعجنيها كويس جدا لحد ما المكونات كلها تدخل مع بعضها. وبعد كده جبت كيس وابتديت احط الخلطة بتاعتنا دي في الكيس، وابتديت افردها كويس جدا. حاولي بقى تبططي، لازم يكون السمك بتاعها رفيع جدا. يعني انا حاولت كده بقدر الامكان ان انا اخلي السمك بتاعها يكون رفيع، علشان انا محتاجاها تكون رفيعة، وعلشان تديني نفس السمك بتاع البسطرمة الاصلية. دي البسطرمة الكدابة عملناها بربع كيلو من اللحمة المفرومة، وفرنا وكمان يعني اكلنا ولادنا حاجة احنا ضامنين مصدرها. جبت بقى السكينة بتاعتي ومن الناحية الباردة كده مش الناحية الحامية، وابتديت امشي عليها كده واعمل اشكال بالطريقة دي. طب ليه انت بتعملي الاشكال دي؟ علشان اما اجي اطلعها من الفريزر، يعني دي بعد ما اخلصها هحطها في الفريزر، لما اجي استعملها بقى واعمل بيض بالبسطرمة او اي حاجة، طيب هطلعها ازاي وهي مجمدة كده؟ هطلعها ازاي؟ هكسر المكعبات اللي انا عاملاها دي. يعني انا دلوقتي هعملها على شكل مكعبات، وبعد كده اما اجي احطها في الفريزر هكسر المكعب اللي انا عايزاه، مكعب 2 3 4 زي ما انا عايزه. بصوا بوريكم بالشكل ده. بجد جربوا الطريقة دي برضو حلوة جدا، هتعجبكم بإذن الله. بسطرمة اقتصادية موفرة، طعمها حلو جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها، واتمنى ان هي تعجبكم بإذن الله. عملتها بقى بالشكل ده، وهبتدي احطها في الفريزر وقت ما احب استخدمها هستخدمها. بعد كده بقى تعالوا نشوف العجين بتاعنا بعد ما اختمر. هنرش عليه البخاخة بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها، اللي هي البخاخة ديت اللي هي بخاخة المية ام سكر. بتدي لون تحفة جدا للمعجنات، وكمان بتخلي اي حاجة تحبي تحطيها على وش المعجنات تلزق معاكي. يعني بديل حلو جدا للبيض واللبن والحاجات اللي هي غالية. لا، شوية مية وشوية سكر في بخاخة او بالفرشة. دخلتها الفرن على درجة حرارة 200، ودي كان شكلها تحفة جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها، واتمنى ان هي تعجبكم باذن الله. وبكده يومنا النهارده يكون خلص. اتمنى ان افكارنا ووصفاتنا تكون عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله في يوم جديد من ايام طباخة مصرية. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.